اسئله هم بيحددوا مدى استجابه جسمك للدايت والحرق. حاجه اسمها بادي سنسز سكور. الاسئله دي هي انا اللي بقيم منها منظومه الحرق بتاعتك. في ناس اول ما بيظبطوا الاكل شويه بيخسوا، في ناس جسمهم عنيد جدا، والناس دي كمان بيصادف للاسف اللي هم بيخسوه في شهر ممكن يزيدوه في اسبوع، لان معدل اكتساب الدهون عندهم سريع جدا. فانا هعمل لك حاجه اسمها بادي سنسيف سكور تجاوبها معايا وانا اقول لك هو جسمك عامل ازاي بالظبط، واديك انت الحل كل حاجه. اول حاجه، هل بتحس بفرق كويس جدا في اول اسبوعين من الدايت ولا لا؟ لو انت بتحس بفرق كويس في اول اسبوعين في الدايت، جسمك بيخسر دهون فعلا. انما لو حسيت ان الميزان اتحرك بس ما بانش عليك، جسمك بيفقد جلايكوجين اللي موجود في الكبد والعضلات وبتنزل ميه، ده مش حرق دهون. تاني حاجه انك بتصحى جعان. لو انت كل يوم اول ما تصحى الصبح بتبقى جعان، بتاخد بروتين كافي، وبالتالي منظومه حركك مش هتبقى عاليه قوي، جسمك هيبقى عنيد برضه في هل وزنك بيتاثر باللخبطه بسرعه جدا ولا لا؟ لان انت لسه حساسيه خلاياك للانسولين بتاعتك مش كويسه جدا، نقطه هتبقى ضدك ولازم تشتغل عليها في الدايت. امساك، عندك انتفاخات كويسه ولا لا؟ لو جهازك الهضمي فيه مشاكل، فانت منظومه حركك مش هتبقى احسن حاجه. النشاط بتاعك بعد اول 10 ايام في الدايت لو هو بيتحسن، فمعناها انك دخلت حاجه اسمها فات ادابت، جسمك بدا يسويتش للحرق الدهون وياخد الطاقه من الدهون مش السكر. دول 5 حاجات، لو انت واخد اقل من 3 فيهم فانت منظومه حرقك فيها مشكله، لازم تشتغل على حاجات معينه. لو انت اكتر من 3 فيهم فانت منظومه حرقك كويسه ومش من الناس العنيده. انا جمعتها لكم كده بس عشان لعبه، عشان تعرفوا يعني انا مش بس دكتور محمد عصام دكتور الدايت، انا صاحبكم في الرحله.